السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل كده وصفه كده للشعر مميزه جدا ومفيده للشعر. طبعا اي حاجه هنغلي فيها الميه هنحط فيها بصله وتوم. التوم طبعا على حسب ما انتوا هتحبوا. تمام. معايا هنا كمان معلقتين بذور كتان او 3. انا هحط 3 لانه هضاعف الكميه. تمام كده. طبعا الاختيارات دي على حسب ما انتوا حابين. هحط كمان معلقه من الروزماري ومعلقة من الحبة السوداء أو حبة البركة كمان، شوية صغيرين كده. ده هحط عليهم مية وهرفعهم على النار يغلي حبة كويسين جدا، وبعد ما يغلى هقولكوا هنعمل ايه. كده المية كده هحط عليها مية، هحط كمان شوية مية كمان. كده الخليط اللي عندي ده كله هرفعه على النار، ويلا بينا بعد ما ارفعه على النار كده يغلي حبة، يعني بتاع 10 دقايق ربع ساعة لغاية ما اخد الخلاصة بتاعتهم. وبعد كده ندخل بقى على الوصفة الأساسية بتاعتنا. شايفين هنا القوام بتاعنا بدأ يبقى عامل ازاي؟ يعني آه زي الجيلي كده، شايفين؟ كل ده من بذور الكتان. طبعا انا سبتها تهدى شوية، بعد كده هصفيها عشان بس بذور الكتان فبتبقى صعبة في التصفية بتاعتها. الوصفة دي رهيبة جدا جدا للشعر، بجد جربيها ومش هتندمي خالص. شايفين بذور الكتان؟ وبذور الكتان ده مفيد جدا جدا للشعر. طيب ايه فايدة البصل وايه فايدة الثوم؟ البصل والثوم مضاد حيوي لفروة الراس، وكمان ممتاز جدا في تساقط الشعر. الحبة السوداء برضو ممتازة جدا لتساقط الشعر، زائد كمان الروزماري. طيب بذور الكتان ده بتعمل ايه؟ بذور الكتان بتدي نعومة وطراوة للشعر. تمام. انا كده خلاص صفيته، هو لسه في شوية بس مش مشكلة. صفتها الخلاصة بتاعتها دي هقول لكم هنحطها على ايه. عارفين ده ايه؟ ده عشبة الصدر. العشبة دي مفيدة جدا جدا للشعر وممتازة قوي 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 للشعر. وكمان مش للشعر كمان، ده انا كمان عرفت ان هي مفيدة للبشرة. وكمان بيعملوا منها معجون اسنان للاسنان، بيبقى بينضف الاسنان حلو جدا. انا مجربتهاش، انا قرأت عنها ولقيت عنها فوائد جامدة جدا، فانا قلت هجيبها واجربها الاول للشعر. مفيدة جدا للتساقط وبتطول الشعر، ومفيدة للتقصف بتاع الشعر. طبعا مع الخلطة اللي احنا عاملينها دي، الأعشاب اللي احنا عاملينها دي، الخلطة دي دافية أو لسه سخنة، فأنا هنزل عليها كده وهي لسه سخنة. وهقلب طبعا الكمية على حسب ما انتي محتاجة أو حسب ما انتي عايزة. أنا عاملة هنا الكمية عندي ضعف، علشان مثلا ايه هستعملها أنا وبنتي. قلت أجربها على شعرها كده وأشوف. طبعا هنقلب كل ده كده مع بعضه. يا سلام لو عندك هاند بلندر، ممكن تحطها في حاجة واسعة وتضربيها بالهاند بلندر، بتبقى حلوة أوي أوي أوي. هقلب ده كده وادوبه وهرجع لكم تاني. هنا بعد ما قلبتها انا وانا جايه اصور ازازه الزيت طبعا اتكسرت مني، فانا لحقت اللي لحقته. حطيت هنا معلقتين من زيت الزيتون، فالحمد لله. حطيت معلقتين من زيت الزيتون. طبعا اي زيت عندك، لو انا كان عندي جوز هند بس لقيته خالص. طبعا جوز الهند مفيد جدا للشعر. في اضافه كمان انا هحطها كده، عايزه تحطيها تمام، مش عايزه خلاص. معلقه مايونيز عشان تنعم الشعر. بس كده. وهنقلبهم بقى وهنسيبها تخمر شوية، نص ساعة كده بس. وبعد كده هنفردها على الشعر لمدة ساعتين، وبعد الساعتين تغسلي شعرك. وشوفي بقى طبعا مع الاستمرار، الحاجات اللي زي دي عايزة استمرار، مش عايزة مثلا مرة واحدة وتشوفي النتيجة، لا عايزة تستمر عليها على الأقل حاجة لمدة شهرين 3. هتعملها مرة واحدة في الأسبوع أو مرتين. طبعا الماسك ده جميل جدا للشعر، جربيه وان شاء الله هيعجبك. شايفين القوام بتاعه؟ انا مش عارفه ليه
حاسه ان هي ريحتها ملوخيه، مع ان انا جايباها من عطار يعني كبير، وقايله انا عايزه عشبة الصدر وجايبها لي. فاتمنى ان انتوا تجربوها وان شاء الله تعجبكم، واتركوا في حفظ الله ورعايته، واقول لكم السلام عليكم.